مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا وحلقه استثنائيه من برنامج الكره مع محمد صابر. النادي الاهلي يتوج بكاس السوبر للمره ال 14 في تاريخه بعد مباراه ولا اروع ولا احلى في الفنيات والروح الرياضيه. بيكسب نادي فيوتشر 4-2 على استاد محمد بن زايد في الامارات، وبيتوج النادي الاهلي البطوله ال 14 في تاريخه. الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، الف مبروك للجهاز الفني، الف مبروك للاعيبه النادي الاهلي، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي شفناه النهارده في الامارات. ولا اروع ولا احلى. هارد لك لنادي فيوتشر ومجلس ادارته وجهاز فني ولاعيبه، عملتوا مباراه على اعلى مستوى من الفنيات والروح الرياضيه. احنا بنتفرج على الماتش مش عارفين مين بطل السوبر. بعد الاهلي كان متقدم 2-0، رومونتادا ولا اروع ولا احلى من فيوتشر، وصلنا ل 2-2 في الوقت الاضافي. الاهلي بيكسب 4-2 وبيضيف بطولة غالية جدا وبينهي بيها 2023 وبيديها لجمهور النادي الأهلي، تضاف طبعا للبطولات العظيمة للنادي الأهلي وجمهوره العظيم. ألف مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم، ألف مليون مبروك. النهاردة مباراة بصراحة لازم قبل ما أسيب حضراتكم أشكر رجالة النادي الأهلي ورجالة نادي فيوتشر. مباراة ولا أروع ولا أحلى من الروح الرياضية والفنيات. بصراحة كانوا سفرة للشعب المصري في الإمارات، ولازم أشكر طبعا دولة الإمارات الحبيبة. استاد ولا أروع ولا أحلى، والتنظيم ولا أروع ولا أحلى، وإخراج تلفزيوني ولا أروع ولا أحلى. بصراحة كلنا استمتعنا بكل حاجة النهاردة، بكل حاجة النهاردة. ليلة سوبر، ليلة سوبر. وقبل ما أسيب حضراتكم لازم أقول لجمهور النادي الأهلي العظيم، أنتوا رقم واحد. مؤازرة للنادي الاهلي ومعاهم لغايه اخر دقيقه من 120 دقيقه. ما شاء الله ما شاء الله، جمهور ولا اروع ولا احلى. تستاهلوا الفرحه النهارده. والاهلي بيختم 2023 ببطوله ولا اروع ولا احلى طبعا، بتضاف لدولاب النادي الاهلي العظيم وبطولاته. قبل ما اسيب حضراتكم، احنا اتعودنا على سيستم معين في البرنامج. انا بستنى حضراتكم على صفحات برنامج الكرة مع محمد صابر والاعلامي الرياضي محمد صابر على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب الاعلامي الرياضي محمد صابر. وميرسي جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.